يا مساء الفل حبايبي ومتابعيني واحلى متابعين في الدنيا. يا مساء الهنا والسعاده او صباح الهنا والسعاده حسب ما هتشوفوا الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ اللحمه البكاته وجمالها. انسى اي طريقه تانية كنت بتعملي بيها البكاته وتعالي اتفرجي على طريقه زوزو، مش هتندمي. حاجه كده بسم الله ما شاء الله قمر. الرز الابيض مع البكيته حاجه تحفه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الايه تحضير ازاي. انا معايا كيلو لحمه. تقولي للراجل قطعها لي زي الستيك كده، تكون شرايح خفيفه كده، يعني لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. هرصها على الصينيه بتاعتي اهو، برصها جنب بعض بقى كده. بصوا اللحمه يا جماعه حمرا وجميله اهو، دي البكيته، وتبقى مش تخينه ولا رفيعه، سمكها يبقى معقول، تتقطع شرايح كده اهو. يلا حبيبه قلبي سمعيني الصلاه على الرسول كده. يلا يا امرايا لايك وشير، شايفاكي اللي قاعده بتتفرجي ونسيتي اللايك بتاعي. بجد هيعجبك الفيديو جدا، وقولي لي ايه رايك في المحتوى بتاعي. تشجعوني اكمل ولا ما اكملش؟ شوفوا كده. انا هنا اهوت بقى بتبل بس بحبه ملح وحبه فلفل اللحمه بتاعتي اهو. حطيت حبه ملح معلقتين صغننين كده، واحط كمان فلفل اسود، واحط كمان معلقه ماجي كده على الوش. اه بصوا ببدرها كده بالفلفل والملح وحبه ماجي، معلقه ماجي اللي هو البودره ده يا جماعه اهو. وبعد كده هروح ماسكاها دعكاها في قلب بعض كلها كده اهو، علشان البهار اللي انا حطيته ينول اللحمه من كل ناحيه. واروح رصها تاني الرصه بتاعتي، ويعني سيبيها بتاع 5 دقايق 10 دقايق علشان تتشرب من الملح والفلفل اللي احنا رشيناهم عليه. طيب وبعد كده يا زوزو خلاص بقى، بعد كده يا زوزو، زوزو هتخش تحضر طاسه كبيره حلوه كده، وحطي معلقه سمنه او معلقتين اهو. انا حطيت حته تانية اهو، واحط كمان حبه زيت معاهم، سمنه وزيت، وسيبيهم بقى يسخنوا قوي، لازم يتقطعوا كده قوي علشان ندي صدمه للحمه بتاعتنا اهو. حطيت حته سمنه تاني، وبعد كده لما سبتهم يسخنوا قوي قوي، وانزل بقى باللحمه بتاعتي اهو. لازم نسمع التش بقى ديت كده اهو، هندي صدمه للحمه اهو حبايبي. يلا يا امرايا لايك وشير بالله عليكي، الفيديو يستاهل، والواحد بيعمل مجهود جامد والله علشان اوصل لكم كل حاجه حلوه. مش خساره فيكم لان انتوا فعلا احلى متابعين واحلى جمهور واهلي وعيلتي التانيه اهو. بصوا اللون بقى بيبتدي يتغير ازاي بتاع اللحمه، وهقلبها بقى الناحيه دي والناحيه دي اهو لحد ما اوصل للنتيجه دي اللي انا عايزاها، وابتدي اشيل. وبصوا كده بقى ايه، الصوص بتاعها ابتدى يغمق. طيب الصوص ده انا مش هرميه طبعا، انا ايه هعمل كذا طاسه باللحمه لان هي مش طاسه واحده بس، انا مش هوريكم كله. هنا اهو اهو. يا زوزو انت حرقتيها؟ لان ما حرقتهاش، انا اللي ايه متعمده اعمل اللون والصوص ده كده في قلب السمنه والزيت بتوعي. وبعد كده هروح نازله ببصلايه مفرومه يا جماعه. بص اللون بقى المكرمل بتاع البصله لما يتخلط بالصوص اللي احنا السمنه والصوص كده اللي هو بتاع اللحمه. بصوا اكن البصلايه كرملت بساعتها ازاي يا جماعه. وانزل بفص توم، واروح مشوحه كل ده. ممكن لو الماده الدهنيه قلت زودي معلقه سمنه، انا زودت فعلا معلقه سمنه اهو. طيب بعد كده يا زوزو هنزل بقى ب3 معالق دقيق كده اهو عليها، وشوحي بقى شوحي. ما عندكيش مشروم ولا في اي مشاكل، انا ما كانش عندي مشروم بصراحه ولا كريمه لباني، حطي لبن ودي خلاص هتبقى عامله زي الكريمه اللباني. العيشه غاليه والحياه غاليه، فاحنا ايه نتصرف. الست المصريه او الست العربيه عامه شاطره وبتعرف تصرف نفسها في مطبخها. حطيت كوبايه لبن وادي الكوبايه التانية اهو. عايزه بقى تزودي شوربه تزودي ميه مفيش مشاكل، كده كده الدقيق مع اللبن ده هيتقل وهيديني صوص رائع. وبص الصوص اللي نازل من اللحمه يا جماعه اهو، فضيه فيها برضو عشان هيخليه طعمها خطير. بتاع معلقه مايونيز كده اهوت، لا مش مايونيز
سوري، مستردة، معلقة مستردة وحطيها بتاع معلقة واحدة. وبتيجي بقى بهاري بقى معلقة فلفل اسود، حبة ملح، حبة معلقة ماجي، وبس كده. تقلبي معلقة ماجي وتقلبي بس ملح وفلفل وماجي وقلبي. وانزلي بقى. بص الصوص تقل ازاي يا جماعه، واللون بتاعه مش ابيض، بيبقى اللون. بص اللحمه بقى انا نقلتها في صينيه وانزل بالصوص ده كله عليها. عندك مشروم حطي، تشوحيها مع البصله المشروم. ما عندكيش عادي خالص، كان طعمها تحفه يا جماعه والله. ما عندكيش كريمه لباني، خلاص عادي برضو. وهنا كان احلى احلى بيكاتا مع الرز الابيض، كان طعمها خطير والله العظيم يا جماعه. جربوها على طريقه زوزو مش هتندموا، بجد تحفه. يلا امراي انت وهي لايك وشير، ولو جديده معانا في قلب القناه فعلي زر الجرس عشان يجيلك كل جديد من زوزو يا قلب زوزو. ولو المحتوى بتاعي عاجبك اكتبي لي في الكومنتات، واكتبي لي انت منين عشان ده بيفرحني ويبسطني وبيشجعني ان انا اكمل معاكم. ايه رايكم بقى؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.